السميع، يخلق ويرزق ويستر الصنيع، يطعم ويسقي ويشفي المرض الوديع، يعفو ويصفح ويمحو الخطأ الشنيع. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه كي لا تضيع، وأسأله السلامة فيما بقي من أعمالنا وأن يلحقنا بالسابقين من أصحاب البقيع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، البارئ الخلاق البديع. أخا الإسلام قف وتأمل، هل تستطيع الشمس أن تحجب ضياءها أو يأبى القمر أن يطيع؟ إذا رأيت الزهور قد تفتحت وسمعت البلابل قد غردت وأقبل بعد الشتاء الربيع، إذا رأيت نعيم الدنيا إلى زوال ودوام الحال من المحال، ومات الأحبة بغير توقيع، فاعلم أن للكون إلها بارئا خلاقا، فاحذر عقابه السريع. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومصطفانا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السند الشفيع، منور الأكوان والمبعوث للإنس والجان ومبين التشريع. كان خلقه القرآن وكان تشديده حنان، يعظ من غير تفريع. كان للمحب حبيب وللعليل طبيب، يداوي الشهوات بالتجويع. الصلاة عليه في الملأ الأعلى تحية، وهي للمؤمنين هدية تذهب عن القلب الصقيع. فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما في الخلق من تنويع. وارض اللهم عن ساداتنا من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك يا مولانا قريب مجيب سميع. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله والأحباب في اتباع سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم في الجمعة الأولى من شهر رمضان التي نسأل الله سبحانه وتعالى فيها أن يتقبل منا صيامنا ويتقبل صلاتنا، وأن يجعلنا في هذا الشهر من المقبولين لا من المحرومين. أيها الإخوة في الله، يجمع الكثيرون ممن شهدوا رمضان في مصر وفي غير مصر من البلاد أن رمضان في مصر له مذاق خاص. هذا الشهر الذي ينتظره المصريون بفارغ الصبر، هذا الشهر الذي ترسم فيه لوحات غاية في الروعة والجمال، هذا الشهر الذي تظهر فيه من مظاهر المودة والرحمة والتآلف والتعاون
إن الله عليم خبير. أيها الإخوة في الله، الله عز وجل في هذه الآية يبين لنا الهدف من هذا الوجود الإنساني. ليس الهدف من هذا الوجود هو الصراع والتنازع والفرقة والاختلاف، ولكن يبين الله عز وجل لنا أن الأساس هو أن نتعارف وأن نتعايش في هذه الحياة، وأن نتعاون حتى تمر هذه الحياة بكل يسر وسهولة على كل الناس. بل إن القرآن الكريم حكم بالخسران على كل الناس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الخسران أيها الإخوة في الله لمن لم يؤمن ويعمل الصالحات في هذه الدنيا. فمن أفسد وخرب وقتل ودمر وعاث في الأرض فسادا أولئك هم الخاسرون، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون كما وصفهم الله عز وجل في كتابه الكريم. أيها الإخوة في الله، الإيمان معروف لكل الناس. آمنوا أي صدقوا وأيقنوا بوجود الله عز وجل وصدقوا به وبملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وغير ذلك من الأمور الغيبية. ثم بعد ذلك يعملون الصالحات. ليست الصالحات أيها الإخوة في الله تنحصر في الطقوس التعبدية كما يتوهم البعض. ليست الصالحات مجرد أداء الصلاة والصيام والحج وغيرها من الأعمال التي ربما لا تفيد إلا صاحبها، ولكن عمل الصالحات هو كل خير يتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة ومع ما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الصالحات كل سرور وسعادة تدخلها على العالم، تدخلها على الناس. كل تيسير تدخله في حياة الناس ييسر على الناس حياتهم ويجلب لهم الراحة والطمأنينة بما لا يخالف قواعد الدين. أيها الإخوة في الله، من احترام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفس الإنسانية أنه لما مرت جنازة اليهودي قام لها احتراما لهذا الموقف. قام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ليعلم جميع الناس أن النفس الإنسانية لها احترامها بغض النظر عن الدين والجنس واللون والعرق. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في حجة الوداع: أيها الناس، إن دينكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. هكذا أوصانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقف احترام النفس الإنسانية على مجرد قيام رسول الإسلام لجنازة اليهودي، بل الأمر أكبر من ذلك أيها الإخوة في الله. الأمر تخطى ذلك ووصل لدرجة نزول آيات في كتاب ربنا في سورة النساء، 10 آيات تنزل في سورة النساء دفاعا عن يهودي اتهم ظلما من المسلمين أو من بعض المسلمين. حادث سرقة يحصل في المدينة المنورة، مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الجاني السارق ويشهد على أحد اليهود في المدينة ممن لا علاقة له بالقضية أساسا. القضية متكاملة أو شبه متكاملة، السرقة موجودة والدرع ألقيت في بيت هذا اليهودي والشهود شهدوا عليه، ولكن تنزل 10 آيات في سورة النساء
الحمد لله رب العالمين، علم الإنسان ما لم يعلم، الرحمن الرحيم، وهو بذنوب عباده أعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله مالك يوم الدين. إياك ربنا نستغفر، وإياك نسترضي، وإياك نعبد، وإياك نستعين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، واجعلنا اللهم من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله، كنا ننتظر هذا الشهر بفرحة وسرور، وما أفسد علينا هذه الفرحة إلا حادث من هذه الحوادث الغادرة التي تعودنا عليها في الفترة المؤخرة في مصر وغيرها من البلدان التي يدبر لها وينكر بها ويراد لها السوء، ولكن يأتي الحفظ من الله سبحانه وتعالى. فثقتنا في الله عز وجل كبيرة، وأملنا فيه لا ينقطع سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. أيها الإخوة في الله، كما قلنا إن الشعب المصري لحمة واحدة، إن المصريين يقفون يدا واحدة طوال تاريخهم، ولهم عشرات بل مئات المواقف طوال التاريخ. مصر لم تعرف الوحدة الدينية إلا في فترات قليلة جدا من التاريخ، ولكن في أغلب فترات التاريخ كنا في تعددية دينية، يعيش البعض منا مع الآخر في أمان وسلام. بل إن هذه الحوادث ما عرفت طريقها إلى مصر وغيرها من البلدان إلا في الأعوام المؤخرة بواسطة جماعات الشيطان، تلك الجماعات التي تحرف في كتاب الله وتحرف في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يريدون الله عز وجل أعلم، من الذي يمولهم كلنا نعلم، ولكن شرهم إلى نهاية وشرهم إلى زوال. ولكن يجب علي وعليك وعلى كل الناس ممن يعيشون في هذا البلد أن يتصدوا له بكل حزم وعمق. أيها الإخوة في الله، المواجهة تبدأ من هنا، المواجهة تبدأ منك ومني ومن الجميع. نقف ونتصدى لهم، لا نتصدى فقط لأسلحتهم وأثناء عملياتهم الإرهابية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا منها ومن كل شر، ولكن يبدأ التصدي قبل ذلك. عندما نسمع فتوى مضللة، عندما نسمع من يريد التفرقة بيننا، لابد أن نتصدى بكل حسم لهؤلاء. أيها الإخوة في الله، إنما ما يمر بنا من أزمات، بعض الأزمات التي ربما تؤثر على اقتصادنا وتؤثر على معيشتنا، كل ذلك هين للأزمة الحقيقية التي يريدون أن يدفعون بنا إليها. تلك الأزمة التي لم نعرفها قبل ذلك ولن نعرفها بعد ذلك بفضل الله. لا نريد أن نذهب إلى أزمة للكراهية والعنف وأن يقاتل بعضنا بعضا. الله عز وجل قال لنا في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أين من يريد فهم الدين بصورة صحيحة من هذه الآيات الواضحات، من هذه الآيات البينات؟ أين هؤلاء الشباب الذين يغرر بهم؟ ألا تقرؤون كتاب الله؟ ألا تحفظون تلك الآيات؟ كيف تفهمونها وأنتم تمرون عليها؟ كيف تفهمون هذه المواقف التي ذكرناها من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة في الله، يأتي رمضان وهو فرصة للمصالحة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فرصة للعودة لروح
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم